السلام عليكم. شكون اللي بغات الموضوع ديال العجوزه؟ كيفاش عجوزتك تولي كتبغيك وتكونوا متفاهمين انت وياها؟ كيفاش نتعاملوا مع العجوزه باش تكون العلاقه زوينه ومرتاحه ومبنيه على الاحترام والتفاهم؟ العلاقه ماشي دايما كتكون سهله، ولكن غير شويه الذكاء وشويه النيه وكيولي كل شيء مزيان. قبل ما نهضروا على الحوايج اللي خاصنا نديروهم، ضروري نفهموا شكون هي العجوزه. العجوزه راه هي واخا ولدها كبر كتبقى ديما خايفه عليه، كتغير ملي كتجي مرة جديده في حياته. بعض المرات كتكون حساسه على ولدها بزاف، وبعض المرات كتكون غير باغيه تبقى قريبه من ولدها باش ما يبداش يبعد عليها. الا فهمتي هذا الجانب راه غادي يسهل عليك التعامل معها بلا توتر وبلا صراع. الاحترام ماشي مجامله فارغه، ولكن هو سلوك. هضري معها باداب، حتى الا كانت قاسيه شويه في كلامها قدمي ليها شي كلمه في الامور اللي كتكون كتعرفها، وما تعليش صوتك عليها. قدمي لها الاحترام قدام ولدها. هادي راك اش غنقول لكم، هادي كدير عند الرجال واحد القيمه كبيره. راجلك غتولي كبيره في عينيه ملي غتقدمي له شويه الاحترام قدامه. الا عطيتيها قيمه حتى هي غادي تبدا تشوفك بعين اخرى. باش العلاقه تتحسن خاص المبادره تجي منك، اللي انت هي العروسه. سيري عندها من وقيت الاخر غير باش تسلمي عليها، مثلا صباح الخير، مساء الخير، من تفيقي الصباح بوسي ليها راسها. كي صبحتي كي ديك الكلمه اللي كتقولي لها الا لا ولا امي ولا اي حاجه اللي كتلقبيها بها. سولي فيها في التليفون الا كنتي بعيده عليها، خالتي واش لاباس عليك، كيف دايره، كي بقيتي. ديري ليها شي هديه بسيطه، ماشي ضروري شي حاجه غاليه، غير شي حاجه رمزيه هكا ديال المحبه. في شي مناسبه قولي لها بغيت نجرب طيابك في هذه الوصفه. الحمات كتولي تقدر، يعني اللي ما كيبانوش فيها شي حوايج صغار تقدري انت تفهميهم فيها. بعض العكيزات كيكون عندهم شويه الغيره والحساسيه. ما تاخديش الامور بجديه، راه ماشي ضدك، راه على ولدها. وإلا قالت شي كلمه ما عجباتكش جاوبي بهدوء. خالتي راني بنتك وما نقدرش ندير شي حاجه اللي غادي انت ما تبغيهاش واللي غادي تغيرك. وما تخليش يعني بلا ما تخلي الامور تكبر. خلي انت العروسه، خلي قلبك كبير. خلي راجلك يحل المشاكل الكبيره بطريقه محترمه بلا ما يدخل الاسم ديالك. واهم حاجه باش عجوزتك تعزك وتأمنك عليها، ما تخرجيش أسرار دارك. ما تهضريش على مشاكل بينها وبين ولدها. إلا وقع شي مشكل يبقى بينكم، ما يدخل فيه حتى شي واحد. حيت إلا حسات أن أسرارها عندك وما تخرجوش، راه غادي تقرب ليك بزاف وبزاف. الخلافات العادية كيفاش تصرفي فيهم؟ ما تجاوبيش وانتي معصبه. اختاري الوقت اللي تكوني فيه هادئه. قولي ليها كلام زوين ويكون واضح. خالتي راني فهمت كلامك، ولكن حتى انا راه عندي وجهة نظر. الا غلطت اعتذري بلا عيب، والا كانت هي غلطانه ما تجرحيهاش. يعني بدلي الموضوع. الهدف شنو؟ هو الراحه، ماشي باش تربحي. العجوزة كتبغي تحس عندها قيمة في حياة ولدها. سوليها على الرأي ديالها. خليها تفرح معاكم في شي قرار بسيط وخا غير صغير. إلا عاوناتك في شي حاجة شكريها بزاف، وخليها تحس كيف ما كنقولوا بالامتنان. هادشي كيعطيها إحساس أن مكانتها ما تبدلاتش. انتي راكي كتكوني على الوسط ما بين الطرف، يعني بين الطرفين في الحرب، ما بين راجلك وما بين الام ديالو. ما نقولوش ما تقوليش راجلك راه امك غالطه ولا دارت ليا ولا فعلت ليا بلا ما تشكي عليه. وما تقوليش لعجوزتك ولدك راه قال عليك. خلي كل واحد يتفاهم معاك بلا ما تنقلي الكلام.
خليك حكيمة وباردة، راه هاد الشي كيخلي المشاكل تبقى تصغار. الزوج ملي كيشوف مراته كتعامل مو مزيان كيحس بالحب، كيحس بالراحة، وكيزيد احترامه ليك، وغادي يدير المستحيل باش ما يخليكش يعني تحرفي في هاد العلاقة هادي. النية الطيبة ماشي معناها تعيشي بلا حدود. الا دخلات بزاف في خصوصياتك بدلي الموضوع بلطف، وإلا حاولت تفرض عليك رأيها قولي لا خالتي انا كنحترم كلامك، ولكن هاد الطريقة اللي كان نرتاح ليها، اللي كيرتاح ليها قلبي. الحدود تكون بالبشاشة ماشي بالمشاكل. في الأخير البنات، علاقات العجوزة بحال أي علاقة كتحتاج الصبر، النية، الكلمة الزوينة. وإلا ما قدرتيش توصلي العلاقة مثالية، على الأقل توصلي راحة البال. وانتوما شحال نقول لكم، المهم ديروا جهدكم والباقي على الله. راه كيف ما عندك عجوزتك وكيف ما عندك ميمتك، راح تعجوزة عديريها بحال امك. وديري في بالك غيجي واحد النهار وغتولي عجوزة، وديري في بالك بان بنتك عتكون عندها عجوزة، وديري في بالك بان بنتك كتعزك، كذلك خاصها تعز عجوزتها. هادشي اللي خصنا نديرو في بالنا. تبارك الله عليكم والله لا يخطيكم.